يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ليله سعيده كده علينا، احنا قاعدين فاضيين كده فقلنا نعمل ايه؟ طبخه جميله خالص، طبخه من الزمن الجميل. يعني عاملين يعتبر العصر كده. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنعملها زمان ايام ستي وجدي وكده الله يرحمهم. يعني اي حد يسمع الفيديو ده لو وراه لسته او جده او كده هيقول ده ايام البركه وايام الخير وايام التوفير وكل حاجه. احنا النهارده هنعمل حبه بصاره، هتاكلوا صوابعكم وراها. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبنا ربع كيلو فول، يعني حوالي ساعتين كده لحد يعتبر بصوا، لما يعتبر بدا ان هو يبصوا يعتبر شبه استوى اهو. بالميه اللي فيه دي نروح جايبين الحله بتاعتنا الحلوه دي ونروح نازلين بالايه، بالميه بتاعته على ايه، في الحله كده. اللهم صل على سيدنا محمد دايما في كل واجب. وروحي جايبه معايا 5 فصوص توم، ومعايا كمون وكزبره وفلفل اسمر والبهارات اللي عندي. وروحي جايبه معايا ربطه بقدونس على ربطه ايه، كزبره. واروحي مقطعها كده ايه، مش هحطها ايه طويله عشان مش يبقى فيها ايه زي شعيرات طويله كده. ونروح جايبين كوبايه ميه مزودينها ونحط كل هيته ايه على البوتاجاز. الفول يستوي وجبت معايا بصله اهي، نحط كده خلاص على البوتاجاز اهي. نزودها شويه ميه يعتبر يتغطى كده لان الايه الفول متخمر يعتبر مش هياخد سوا. وروح جايبه بصله معايا هي نقطعها زي طرنشات او جوليان كده ونحمرها ونشوف هنعمل ايه مع البصاره، وتبقى اكله فلاحه كده من الزمن الايه الجميل. يبقى كده بسم الله ما شاء الله بدا الفول يستوى هو. يبقى روحي جايبه الايه التكايه الاخيره اللي هي النعناع، بيخليه ريحته جميله وبيخليه خفيف كده، مش يخلي فيه اي انتفاخ ولا اي حراره على الصدر خالص، وبيخليه في منتهى الروعه. يبقى كده خلاص نطفي عليه كده ونحمر البصل مكان العين دي ونوريكم ايه احلى بصاره. يبقى خلاص كده نشيل الحله كده ونروح حط الطاسه دي عشان نحمر فيها اللهم صل على النبي البصل، نحط ونصه ايه نزين بيه الايه البصاره. وبعد كده نضرب دي بقى في الخلاط ضربه حلوه تكون ناعمه كده. يبقى خلاص كده نحط البصل كله كده يتحمر اهو ياخد لون كده، ونوريكم هنعمل ايه في البصاره الجميله دي. يبقى كده بسم الله ما شاء الله ضربناها في الخلاط اهي مضربه صح ناعمه خالص اهي، انتوا شايفين اهي بقت ناعمه وكريميه خالص اهي زي العسل اهي. شايفين لونها جميل ازاي؟ تاخد غلوه كده وتتقل في نفسها. ومعانا البصل بيتحمر اهو، ونضيف نص على البصاره ونص نزود بيه ونوريكم احلى بصاره. كده خلاص شيلت نص البصل اهو والنص التاني اهو، واروح جايبه النص التاني حطاه على الايه، على البصاره بتاعتي كده، مع انه لازم يكون يبقى افتح من كده شويه بس معلش نسيت عليه اهو. واحط ايه حبه زيت بسيطه كده، مش شرط ان انت تحط اللي انت جالي بيه كله. واروح ابدا ان انا اقلب بقى اهو حاجه بسيطه خالص اهي. واروح ايه قافله البوتاجاز بتاعي خالص، وابدا ان انا اجيب الاطباق بتاعتي بقى واسجل ايه البصاره. يبقى بسم الله ما شاء الله كده خلاص خلصنا البصاره اهي. ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه بسيطه كده وعلى قد الايد، انا عاملاها لامهاتنا واجدادنا. يا رب تعجبكم وتنول اعجابكم كده وتجربوها وتقولوا لا رايكم. طبعا ظبطنا ملحها وظبطنا كل حاجه فيها بألف هنا وصحه زي ما تعودنا. فيديوهاتنا بسيطه خالص وعلى قد الايد. يا رب تعجبكم وتنول رضاكم وكل كده يا رب تحت حسن ميزانكم على طول. وزي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله ومع الف سلامه، ونسيبكم على رعايه الله وامره.